السلام عليكم، معكم باشمهندس حسن. في الفيديو ده نتكلم مع بعضنا على شوية نقاط كده عايزين نتكلم مع بعضنا فيها. من أخ كبير إخواته الصغيرين. أنا عايز أسألك سؤال، أنت ليه مش بتذاكر؟ يعني ليه؟ ليه ما عندكش مسؤولية تجاه أهلك؟ أهلك أنت شايف الغلاء عامل إزاي؟ ومع ذلك عايز فلوس درس تمام، عايز فلوس مواصلات تمام، عايز أي حاجة تمام. انت ليه بقى؟ ليه مش بتذاكر؟ ليه ما عندكش دم؟ ليه مش راضي تفرح اهلك بنفس ما هم بيفرحوك لو انت طلبت منهم اي حاجه؟ ليه دايما عايش كده العب، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا؟ طب هو اللي بيذاكر واللي بيطلع من الاوائل واللي دكتور واللي مهندس واللي هو احسن منك في ايه؟ ليه انت دايما عايز تبقى في المستنقع؟ ما تفكرش ان التفاهه والتصرمح او انت تروح يمين وشمال وقله الادب اللي انت بتعملها دي ان دي هتعمل في حاجه؟ لا والله، بعدين هتندم، هتقول يا ريتني انا رجعت علشان افرح اهلي. اوعى تكسر فرحه اهلك. انت دايما كده على قاعده كده عارفها، اي حد ما بيحبش الخير اللي جنبيه، يعني بيحب له الخير بس ما بيحبوش ان هو يبقى احسن منه، غير الاب والام. دايما الاب والام عايزين يخلوا الابن احسن منه. تعال كده تخيل انت مثلا دخلت اي كليه، طب، هندسه، تلاقي الاب بعد شويه بيعمل لك ازاي؟ ده انا ابني بقى دكتور، انا ابني بقى مهندس، ده انا ابني بقى دكتور، انا ابني بقى مهندس. انت مش اقل من اللي هو بقى دكتور او مهندس، انت لسه معاك الفرصه. عايزك تذاكر، عايزك تتقي ربنا، لازم ترجع لربنا. دايما كده هما حاجتين بيوصلوك النجاح، قربك من ربنا وان انت عايز تبقى حاجه. عمر ما ربنا عارف او واثق ان انت عايز الحاجه دي وبتحارب عليها وربنا هيحبطها منك، بس لازم تسعى. ربنا بيقول ايه؟ وان ليس للانسان الا ما سعى. انت لازم تسعى، لازم تدي الفلوس، لازم تدي الجزاء لربنا. ما انت مش هتبقى نايم كده وتقول ايه؟ وتقول والله انا عايز ادخل كليه كذا وربنا هيدخل في الكليه دي. لا، لازم تدي الاجر، لازم تدي التعب، فربنا كريم. بس اهم حاجه انت تدي جزاء ده. دي اول رساله ربنا الى اولياء الامور، عشان انا بلاقي كتير من اولياء الامور بيحبطوا اولادهم من باب الخوف. الاقي مثلا ولي الامر يقول لابنه ايه؟ يقول له والله انت مش هتبقى كذا. طب انا اساله انت ليه بتقول له كده؟ يقول له اصل عشان يخاف. لا والله ما يخاف، ده انت كده انت بتحبطه، ده انت كده بتديله تاثير سيء، بتديله تاثير مش ايجابي. طيب كان في قصه كده، كان لإيديسون زي ما احنا عارفين. إيديسون ده كان اللي هو مخترع اختراعات كتيره جدا. كان وهو صغير كان متخلف عقليا، ما كانش ذكي، كان غبي جدا. فالمدرسين قالوا والله لامه، قالوا بص انت خد ابنك مش وش تعليم ولا الكلام ده. امه كانت مؤمنه لا ان ابنها يبقى كويس، لازم ابني لازم يبقى حاجه كويسه. فراحت عملت ايه؟ راحت خدته كده في البيت، عملت له، جهزت له اوضه بقت بالنسبه له بقت معمل، اخترع اختراعات كتيره زي المصباح. فلازما ولي الامر لازما يدي لابنه طاقه ايجابيه مش طاقه سلبيه. وبرضه لازما الطالب لازما يبعد عن اي حد يحبطه، مش اي حد تسمع كلامه. مش انا مثلا لو انا مثلا بتكلم عني انا نفسك مثلا ان انا مدرس او اي حاجه، فبقول لك ايه؟ بقول لك والله انت مش مذاكر، انت فاشل، انت كذا انت كذا انت كذا. ما تاخدش الكلام ده، لا انت ممكن تاخد الكلام ده وتحوله لطاقه ايجابيه. لكن اي حد يحبطك، اي حد يحاول ياثر عليك، ابعد.